عدو طوله مليمتر واحد لكنه قادر على تدمير محصول كامل في أيام. الحشرة اللي بتشوفها مجرد نقطة سوداء على الورقة مش مجرد حشرة عادية، دي ناقل الأمراض الفيروسية. النهاردة هنتكلم عن التريبس، الشبح الفضي اللي بيسرق تعب المزارعين. عمرك سألت نفسك ليه الزهرة بتقع قبل ما تفتح؟ أو ليه الثمار بتطلع مشوهة؟ الإجابة غالبا مستخبية جوه الأنسجة. في الفيديو ده هنكشف أسرار دورة حياتها وليه هي أذكى بكتير مما تتخيل في الاختباء من المبيدات. حشرة التريبس من أصغر وأخطر الآفات الحشرية اللي بتواجه المزارعين، لأن حجمها صغير وقدرتها عالية على نقل الأمراض الفيروسية للنبات. التريبس عنده أجزاء فم خادشة مص، بتقوم الحشرة بخدش سطح ورقة النبات وبتمتص العصارة النباتية السائلة اللي بتخرج من الأنسجة المحطمة، فبالتالي هيدخل الهواء للخلايا الفارغة، وده بيدي الأوراق المظهر الفضي، ودي العلامة المميزة للإصابة بالتريبس. الرش بمبيدات تحتوي على مادة الأبامكتين مع مراعاة الرش في الصباح الباكر أو الغروب. في النهاية التريبس حشرة ذكية، بس ذكاء المزارعين دايما هو اللي بيكسب. السر مش بس في نوع المبيد، السر في التوقيت والتركيز على تفاصيل الورقة. لو شفت اللون الفضي النهاردة ما تستناش لبكرة، ابدأ المواجهة فورا، وقولولي في الكومنتات ايه أكتر محصول تعبكم في مواجهة التريبس. سلام.